ما كنتش مصدقة لما سمعت من محمد رزق ان آلاء عملت بلوك ليه على كل حساباتها، وان هي كانت بتفك البلوك بس لحد ما تبعت له رسالة وترجع ترجعه على البلوك تاني. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن آلاء حوارات امبارح نزلت على الانستجرام بتاعها. نزلت قصة او ستوريز فيها معاها مين؟ اختها نجار. ودي طبعا ايدين نجار، وقاعدين على البحر هنا في اسكندرية. عندنا اسكندرية منورة اللولو ويا نجار، ومنورة اكتر بتوتة. فقاعدين على الصخر بتاع البحر ونجار معاها، وتحسوا ان آلاء اتعمدت تقول لها لاغي توتة يا نجار. فاللي هو انا مع اختي، انا بشوف اختي واختي بتجيلي. طبعا ممكن يكون ده نوع من انواع الاثبات، انا بثبت اهو ان انا كويسه مع اختي، واختي بتجيلي وبجيلها وبروح لها وبتجيلي والكلام ده كله. فكان واضح قوي ان هي بتحاول بقدر الامكان انها تثبت ان احنا اخوات مع بعض. ولكن حته انها تثبت انها مع نجار بس، ده يخلي الواحد دماغه اللي هو ذلك انها بتبعت رساله لمحمد اخوها. يعني العداوه كده تبقى مع محمد، يعني ممكن تكون العداوة مع محمد. بس ليه؟ لان محمد عمل فيديو النهاردة الصبح، نزله الصبح، اللي هو برضو تحسه ان محمد بيرد على آلاء. وده شغل المفروض ما يحصلش بين الاخوات، المفروض ما يحصلش ولا من آلاء ولا من محمد. فمحمد نزل فيديو قال لك الجزء الثالث من الموضوع، بيحكي التفاصيل. فطبعا بيقول يا آلاء انا مش عايزك تزعلي، انا بحكي بس وبفضفض. اظن انت لو عايز تفضفض يا محمد فضفض، او احكي لامك، لاخوك، لابوك، احكي لها هي، روح لها يا سيدي، واقعد انت وهي في اوضه واحده، مش هتمنعك. وقول لها انا الكلام ده كله تقول لها، قولها بينك وبينها، ولكن ما تطلعش على السوشيال ميديا وتتكلم. برضو انا مغلطاك، بالرغم ان آلاء انا زعلت منك يا آلاء ان انتي عملتي بلوك. آلاء طبعا مش هتطلع ترد تقول انا عملت بلوك ليه. معرفش، هو بيقول لك انها عملت لي بلوك بعد موضوع الولادة، وتصورنا هناك في المستشفى، وسمعت كلمة دول عايزين يطلعوا على قفانا. يا سيدي الناس دي كانوا على الشحط محط، عيلة حوارات وعيلة الحاج جابر كانوا على الشحط محط، وما صدقوا ان هم يطلعوا، وما صدقوا ان هم يشتغلوا ويبقى فيه فلوس والدنيا تمشي وربنا كرمهم. مش عايزين حد يصور معاهم. خلاص خلاص. الولد قال ان انا استأذنت محمد وقلت له انا مش هنزل الصور على الانستجرام الا لما انت تنزل فيديو الولادة والصور على الانستجرام. ما ردش عليا، وبعد كده قال عادي مفيش حاجة. بعد كده يوم الحادثه، قال لك يوم الحادثه انا كنت واقف انا وابويا وهم ما صوروناش. اللي كان بيصور كان متعمد انه ما يطلعناش. ما برضه يا محمد مش للدرجات يا محمد، يا حوارات مش للدرجات يعني. انت دلوقتي في ايه ولا في ايه؟ هو في ايه يا جماعه؟ الدولارات جنت الناس ولا ايه؟ مش فاهمه. انا مش مع محمد رزق في انه يطلع التفاصيل، وقعد طبعا اتكلم في ان هي توته وحشتني، وانا اذا كنت بقول كده علشان من زعلي انا، علشان مش عارف ايه، الناس دي مش عايزه اي حد يطلع معاها، الناس دي مش عايزه. خلاص يا سيدي، تجنبهم، تجنبهم بالسلامه، يروحوا ما نصورش معاهم تاني وكل واحد يروح لحاله. اختك برضو المفروض ما تطلعش التفاصيل ديت على الملأ، لان الناس، انت برضو لمحت على ابو زياد ان في حد بيطلع ويعمل، يعني انت بتعمل زيه. ما انت بتعمل زيه، يبقى المفروض ان انت تلتزم، وبلاش ان انت تطلع حاجة زي كده. الاخوات بينهم وسائل كتير يقدروا يشوفوا بعض ويردوا على بعض. زعلت منك يا آلاء جدا من موضوع البلوك، ما يصحش، ما يصحش خالص. مهما يكون اخويا عامل، ما عملوش بلوك. ولو جوزي قال لي انا برضو ما عملش بلوك لاخويا، لان انت ملكيش غير اخوكي. يوم ما هتقعي ولا هتتعبي هتقولي اخ. ده الواحد لما بيتعب بيقول اخ. اتمنى ان الموضوع يتحل، واتمنى ان الدنيا تقف لحد كده. محمد قال لك انا ايه، شوفوا لو عايزين تفاصيل تانية انا ممكن اقول، هشوف التعليقات. في التعليقات طبعا الناس بيقولوا له كفايه كده وبطل وبلاش وملهاش لازمه. فاتمنى ان انت تسمع الكلام يا محمد لحد كده كفايه. وآلاء
ربنا يهدي الحال، حتى لو في ايه بالذي ده اخوكي. اتمنى يعني الاء المفروض طيبة مش بتاعت الكلام ده، اتمنى تثبتي العكس. يلا اشوفكم على خير، سلام عليكم.